أمرت الحكومة الصومالية موفد الأمم المتحدة نيكولاس هيسوم بالمغادرة اتهامه بالتدخل المتعمد في الشؤون الداخلية للبلاد. وقالت الخارجية الصومالية أن هيسوم لم يعد مرحبا به ولم يعد بإمكانه العمل في البلاد. جاء ذلك بعد أيام من تصريحات للموفد الأممي أعرب فيها عن قلقه إزاء تصرفات الأجهزة الأمنية الصومالية التي تدعمها الأمم المتحدة في أعمال عنف مؤخرا أسفرت عن عدد من القتلى. أمرت الحكومة الصومالية مفد الأمم المتحدة نيكولاس هيسوم بمغادرة البلاد لاتهامه بالتدخل المتعمد في الشؤون الداخلية. وقالت وزارة الخارجية في بيان مساء أمس إن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لم يعد مرحبا به في الصومال ولم يعد بإمكانه العمل في البلاد، وذلك بعد بضعة أيام من إعراب هذا المسؤول الأممي عن قلقه إزاء تصرفات الأجهزة الأمنية الصومالية التي تدعمها الأمم المتحدة، وذلك في أعمال عنف مؤخرا أسفرت عن سقوط عدد من القتلى. طلبت الحكومة الصومالية من موفد الأمم المتحدة نيكولاس هيسوم مغادرة البلاد متهمة إياه بالتدخل المتعمد في الشؤون الداخلية. وقالت وزارة الخارجية الصومالية في بيان إن هيسوم لم يعد مرحبا به في الصومال ولم يعد بإمكانه العمل في البلاد.